يمكن فريق او بعثه الهلال السعودي بعد التوأمه اللي تمت مع نادي القناه، جوله بحريه بتنسقها اكيد اداره نادي القناه بعد الحصول على الموافقه من فريق مهاب مميش رئيس هيئه قناه السويس. يمكن الجوله البحريه ستتم خلال حوالي دقائق من الان في وجود مجلس اداره نادي القناه ممثل في الاستاذ احمد الهواري والكابتن مرسي السيد المدير التنفيذي لنادي القناه. وبنتابع مع حضراتكم كواليس الشرح بالنسبه لبعثه نادي الهلال السعودي قبل بدايه هذه الجوله البحريه، وهنشوف مع حضراتكم البعثه. الكاميرا هتجيب لنا كل رفع العلم المصري. طبعا احنا ما عبرناش لوحدنا، كان معانا اخواتنا من الدول العربيه على راسهم المملكه العربيه السعوديه اللي كانت سندانه بكل كبيره وصغيره. والى الان بيستمر دور السياسي بين الدولتين على المستوى السياسي. يعني هم دولتين مكملين لبعض واكبر دولتين موجودين في الشرق الاوسط. بفضل الله هنفضل كده اهوت الى ما شاء الله رب العالمين. انا مش عايز اعطلكم كتير، احنا هنبتدي ان احنا باذن الله نتحرك ونروح على القاطره بتاعتنا. هنشوف احنا عبرنا في حرب 73 عبور حرب، ولكن كان من اجل السلام، استرداد حته ارض كانت ضايعه مننا، ولكن عبورنا المره دي هو عبور حرب من اجل التنميه. عبور الحرب من اجل التنميه دايما البنيان بيبقى صعب، دايما البنى بيبقى صعب جدا، ودايما الهدم بيبقى سهل. احنا دلوقتي في مرحله البنى، وسينا احنا كنا اهملنا فيها كتير جدا، ولكن دلوقتي ابتدينا ان احنا الحمد لله نبتدي نعمر فيها ازاي؟ بدخول قناه السويس الجديده اللي احنا هنشوفها، دخول بعد كده هو مدينه الاسماعيليه الجديده اللي بعد كده هنبتدي الشهير الصحراوي ده. احنا بدل ما احنا مفلسين في البلد